السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده عندنا في اسكندرية شتاء 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 شتاء، يعني بص الدنيا مغيمة وعطيتها شتوية الصبح. من المتوقع طبعا ان هي تشتي النهارده طول النهار. النهارده يومنا 23. العلف بتاعنا اهو. هحط بقى النهارده على غير العادة هحط بصل. احنا بالنهار احنا ما بنحطش بصل بالنهار، بس الدنيا ساقعة. الدنيا ساقعة، انا عايزه اقول لكم انا قفلت عليهم الشباك. فاتحه عندي الباب، انا بشرعات باب الشقه، فاتحه الشراعه فتحه صغيره كده، ان هي بحيث ان هي تديهم نفس بس، لان الشقه عندي ساقعه، انا دور اخير والجو عندي ساقعه. طيب انا هحط البصل هنا وهحط عليه معلقه عسل، برضو مش هتقل عليهم في الخلطه او في الوصفه عشان احنا برضو بالنهار. اهو البصل والعسل. الميه انا غاليه لهم شعير تاني النهارده، بس لسه ما بردش، فخليها بالليل. يعني انا النهارده بالليل هحط لهم على الميه شعير. هحط هنا معلقه زعتر، برضو من الحاجات اللي بتدفي حلوه قوي. هقلب ده كده واحطه لهم. طبعا هم جعانين، هم زينا بيجوعوا في الشتاء اكتر من الصيف. بسم الله الرحمن الرحيم. السحب بتاعهم في الشتاء اكتر من الصيف. يعني انا عايزه اقول لكم اللهم بارك اللهم بارك، انا كان ممكن في اليوم اجيب 2 كيلو. انا اللي انا حطيتهم معاكم دول 2 كيلو، هعوز اجيب 2 تاني بالليل. فالسحب بتاعهم في الشتاء بيبقى اكبر، بيحتاجوا الاكل عشان يدفوا نفسهم، بيحتاجوا كميه اكبر. وطبعا العمر كمان كل ما بيزيد معانا كل ما بيحتاجوا تغذيه اكتر. فالحمد لله رب العالمين، الدوره ماشيه معانا تمام، الاوزان معانا تمام. احنا بقالنا كتير ما وزناش، من عمر 15 يوم ما وزناش. خلاص بقى من عمر 15 يوم ما وزناش، صح؟ ممكن على بكره كده ان شاء الله، او خلينا بقى على 25. يعني انا النهارده ان شاء الله بامر الرحمن. تصدقوا عايزه احط مضاد سموم عشان من بكره ابتدي اغير لهم في العلف. كويس ان انا افتكرت. اهي الازازه بتاعت مضاد السموم اللي كنا شايلينها فاكرينها. اهي الازازه بتاعت مضاد السموم، هحط شويه هنا وهحط لهم شويه في الميه التانية اللي انا دخلتها لهم دول، عشان من بكره بامر الرحمن هبتدي اغير في العلف. مضاد السموم يا جماعه ما بيتحطش بعد اليوم ال25. تمام. هما كده ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. انا ما وزنتش، انا بوزن معاكم. بس انا ان شاء الله يعني عشمانه خير في ربنا ان هما يكونوا كلهم جابوا الكيلو. احنا زي ما شفنا على وزن 15 يوم كانوا في 700 وفي 790، فمش معقول يعني احنا النهارده ال 22 ولا 23 اهو، مش معقول مش هيكونوا جابوا الكيلو. الا بقى لو ظهر عندك لا قدر الله لا قدر الله حرامي اللحم. ايه هو حرامي اللحم؟ مرض اسمه كوليستريديا. كوليستريديا ده ثانيه واحده كده، يبقى عندك الفرخ تمام وظابط وزنه ودنيته تمام وكل حاجه، وتلاقيه مره واحده خس. طب بيخس من ايه؟ الكوليستريديا. اسمه حرامي اللحم. يعني متخيله ان انت بعد ما الفراخ تظبط معاكي ووزنها يبقى تمام ودنيتها تبقى تمام، وبالذات بقى بيظهر في في التربيه الارضي، اللي هي لو عندهم شويه اسهال وانت بتربي ارضي يبتدوا هم ينقروا في الفرشه، يبتدوا ياكلوا في الفضلات، تخش تاني بطنهم تكمل دورتها، تلاقي بقى الاسهال عندك بقى بني. ده الكوليستريديا. الكوليستريديا دي من الامراض الخطيره جدا في الفراخ، بتسرق اللحم بطريقه صعبه. تلاقي الفرخ خلاص هو كبر معاكي وتمام وظبطتي وزنه ودنيته تمام وماشيين خلطات، وتلاقيه مره واحده خس معاكي. الفرخه هيئته تبان ان هي كبيره، تقولي الفرخه 2 كيلو ولا 2 ونص، تيجي توزني تلاقيها مش مكمله كيلو ونص. كده تعرفي على طول ان ده اسمه كوليستريديا. ممكن يحتاج منك علاج بيطري، وممكن لو لا قدر الله ظهر انا ممكن بعمل له خلطات تانية برضو. بعمل له خلطات تانية تقلل الدنيا معانا شويه. تمام.
كده الحمد لله يومنا اهو عدى على خير. انا حطيت النهارده البصل بالنهار لان الدنيا ساقعه، الدنيا عندنا في اسكندريه ساقعه بتشتي، فكده الحمد لله يومنا عدى على خير. حطيت لهم مضاد السموم كده النهارده وبكره وبعده مضاد سموم. ومن بكره ان شاء الله هغير المرحله بتاعه العلف من وسط لخشن، هخلط بقى وسط وخشن وبعدين نفصل شويه وبعدين نحط الخشن كله. خلاص هما ما شاء الله كبروا، وزنهم بقى تمام، دنيتهم بقت تمام، يقدروا ان هما ياكلوا الخشن. ونحط الخشن لوحده مع مضاد السموم، نحط الخشن لوحده مع مضاد السموم، يبقى احنا كده اخر مرحله في العلف. وممكن هسأل البيطري ان شاء الله لو نعيد الجرعه بتاعه الكوكس كيور. انا عايزه انزلهم على الارض وخايفه والله، مش لاقيه نشاره للاسف، عايزه انزلهم على الارض وخايفه. لو كده نعد الجرعه بتاعه الكوكس كيور ان شاء الله واحنا شغالين بالغسيل الكلوي. الشعير زي ما قلت لكم انا غاليه لهم شعير النهارده بالليل هحطه لهم. وممكن نوزن بقى على عمر 25 يوم كده عشان خلاص احنا بنلعب في الوقت الضايع، احنا داخلين على 30، فكده تبقى ان شاء الله دورتنا ماشيه على خير زي ما احنا كده. الفيديو بتاعنا خلص النهارده، اشوفكم بكره في فيديو جديد ان شاء الله على خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.